معظم المشاكل اللي بتواجهنا مع ولادنا في السن الصغير جزء كبير من حلها إن ما كانش كله هو الروتين. أنا دينا مدربة تربية ودورت كتير لبنتي على فكرة روتين تكون عملية وفي نفس الوقت جذابة ليها، ولما ما لقيتش حاجة بالمواصفات اللي كنت بتمناها فقررت أعمل ماي داي تول، وتعتبر دي أول أداة في مصر خشب مطبوع ألوان جميلة ممغنط عشان الطفل يبدأ يحب الروتين ويعتبره كأنه لعبة. ولو مش عارفين إن الروتين بيقلل القلق والتوتر والزن والطلبات الكتير وبيساعد الطفل انه يتعلم يكون اهدى وازاي ينظم وقته ويعتمد على نفسه. عندنا مورنينج ونايت روتين، دول لازم نتفق انهم لازم يكونوا ثابتين. لما نصحى مش هنعمل اي حاجة ولا نرغي في اي حاجة قبل ما نغسل وشنا واسناننا ونرتب سريرنا ونلبس ونظبط شعرنا، ولو في اجازة بنشيل الكروت اللي مش بنستخدمها دي في البوكس لحد وقت الدراسة. وزيهم النايت روتين، قبل النوم بساعة أو 2 بنبدأ نلم اللعب ونتعشى، نغسل سناننا، نحضر حاجة بكرة، نصلي، ناخد كواليتي تايم مع بعض وننام. خلي بالكم إن في قطر اتجاهه كده وقطر اتجاهه كده، هما عكس بعض. قطر الصحيان عكس اتجاه قطر النوم، وينفع نبدل كل كارت مكان كارت أو نشيل كروت لو مش عايزين نستخدمها بس تكون في نفس القطر، يعني بنفس الاتجاه بتاع القطر. طب لو مثلا احنا متعودين ناخد شاور قبل النوم، نحطها ازاي في الروتين؟ هناخد الكارت بتاع الشاور من المربعات ونضيفه هنا، او لو مثلا الطفل بياخد فيتامين بعد الفطار هنجيب الكارت بتاعه ونحطه هنا. ممكن نسيب القطرين ثابتين كده زي ما هما والطفل يصحى يشوف هيعمل ايه ويعلم صح تحت كل مهمة عملها، او نسيبهم مفكوكين بالشكل ده وكل ما يعمل مهمة من المهمات يركبها لحد ما البازل يكمل. اما وسط النهار بقى ممكن نغيره كل يوم، بنحضره من بالليل عشان نقلل المعارك والأسئلة والطلبات الكتير. نصحى عارفين بكرة عندنا لعب ايه وهننزل نجيب طلبات، عندنا تمرين، عندنا تدريبات معينة، ومعانا كارت واحد للواجب ونرسم تحته على البورد الجدول اللي فيه كل مادة وقصادها الواجب بتاعها ونعلم صح لما نعملها. ومعانا كارت واحد للصلاة نرسم تحته جدول بمواعيد الصلاة وكل ما يخلص واحدة يعلم قدامها صح. لو الطفل كبير شوية يعني بيعرف يكتب، ابدأوا خلوا كل مهمة ليها وقت معين ومعانا تايمر أو منبه ونشغله للطفل قدامه ونقول له المفروض الحاجة دي تاخد مثلا نص ساعة، ونشغل له النص ساعة على التايمر ونشوف هل فعلا ده الوقت اللي بيستهلكه ولا أكتر بكتير ولا أقل. فيبدأ الطفل يدرك قيمة الوقت، لأن الوقت بالنسبة للأطفال قيمة مجردة مش مفهومة شوية، فكل ما نخليها قدامهم مرئية ويعرفوا مع الوقت يقدروها ويقيسوا. اللي بيتبقى من الكروت بنخليه في البوكس ونقفل عليه وكل يوم نعمل شوية تبديلات أو خلوه ثابت لو انتوا حابين. وعندنا بقى شجرتين affirmation cards، من أهم الحاجات اللي فكرت إنها لازم تبقى موجودة في الروتين مع إن ده مش الطبيعي. ممكن نلعبها بكذا طريقة، إن الطفل مثلا يختار كارت من الكروت ونسأله عليه شوية أسئلة، أو إن الطفل يخبي كارت وخمن أنا إيه هو الكارت اللي اختاره وبعدين أسأله عليه شوية أسئلة تفتح حوار، أو الطفل يحط لي أنا كارت ويبدأ يسألني عليه شوية أسئلة. وإنتم مش متخيلين النتيجة وإزاي الطفل بيتعلم بعدها يعبر عن نفسه أكتر، إزاي يفهم نفسه أكتر ويفهمنا إحنا كمان الأهل أكتر. ودي فرصة عظيمة إن إحنا نقدر نحكي كل الحاجات اللي نفسنا نحكيها ونعبر لهم عنها ومش بنقدر نعبر عنها خلال اليوم. أما دي قائمة المهام المنزلية بنعلقها وبنشوف المهام المناسبة على حسب أعمارهم، فمثلا من 5 ل7 سنين بيقدروا يعملوا كل الحاجات دي، وعندنا من 3 ل5 وعندنا من 7 ل12. ونتفق معاهم إنك مسؤول طول الأسبوع مثلا عن تطبيق الغسيل، أو 3 أيام تنظيف السفرة بعد الأكل و4 أيام تغسل أطباق الفطار، وكل يوم يعملوا مهمتهم ويعلموا دن قصادها. وكل أسبوع نعمل تغيير للمهام بحيث الطفل يبدأ يتعود على كل مهمة موجودة في البيت يقدر يعملها مع الوقت بدون ما حد يبقى موجود. وخلي بالكم ان الطفل يبقى بيعمل مهام في البيت دي حاجة من الحاجات العظيمة اللي ازاي بتحسسه بالانتماء وانه جزء من افراد العيلة. احنا بنفكر انها شدة او قسوة ان الطفل يعمل حاجات وهو صغير، ابدا. الدراسات بتأكد انه ده بيساعد الطفل انه يحس بالانتماء ويحس بالقدرة انه يقدر يعمل حاجات الكبار بيقدروا يعملوها. ودي هدية صغيرة مني، جمعت لكم اكتر من 40 فكرة للكواليتي تايم تقدروا تختاروا منهم اللي يكفيكم ال7 أيام وتكتبوهم هنا في ظهر الورقة في الجدول. كل يوم هتعملوا أنهي فكرة
والساعة كام بالظبط، وعلقوها قدامكم علشان الطفل يبقى عارف ميعاد الكواليتي تايم بتاعه امتى مع بابا أو ماما. وكلموني بقى عن جمال تطور علاقتكم بعد أسبوعين بس. لو عندكم أي أسئلة أو اقتراحات أو حتى أفكار استخدمتوا بيها ماي داي تول، ياريت تبعتوها لنا. باي باي.